السلام عليكم، فيديو جديد على القناة. نبداو ان شاء الله بالصلاة والسلام على رسول الله. اقتراحات اليوم ان شاء الله هما وصفات اللي غينفعوا الكوتي ديال لاشية او كذلك كالطبيله اللي غتحتاجوا هكا شي افكار باش تزينوها سواء للضيوف او لوليداتكم. عندنا هنايا كيك بالحامض اللي كيجي هشيش بزاف ومعلك، والعشاق الحامض اكيد ما غاديش يستغناو عليه. عندنا حريشات بحشوه ديال الجبن والسبانخ، وعندنا كذلك جالوزي اللي كتجي هشيشه مورقه كتذوب في الفم ومعلكه بالكريمه ديال اللوز والكريم باتيسير. فخليكم معايا. فعلى بركه الله غنحتاجو هنايا بالنسبه لمكونات الكيك 3 الحبات من البيض، عندي كاس واحد من سكر سنيده او سكر حبيبات، كاس الا ربع من زيت نباتيه كيف كتلاحظوا معايا ناقص واحد الاسبوع تقريبا، عصير حامضه وحده يكون حجمها كبير تقريبا عطاتني ربع كاس، وباقي غنكمل نصف الكاس بالماء. غادي ناخذ هنايا عندي علبه واحده من ياغورت طبيعي، تقدروا تعوضوا بياغورت بنكهه الحامض او الفاني، كيس الفانيلا او سكر فاني، جوج اكياس من الخميره الكيماويه، مبشور حامضه اولا جوج ديال الحبات من الحامض كتاخذوا فقط القشر ديالهم كتحكوه، والدقيق طبعا حسب الخليط غتشوفوا معايا الكميه من بعد، والملح حسب الذوق اولا على حسب يعني باش نوازنوا المذاق ديال الكيك ديالنا ضروري غنضيفوا واحد الرشه من الملح. هنا غادي ناخذ البيض ديالي، من الاحسن يكون البيض بحجم كبير، غنضيف له واحد الرشه من الملح غير شيشه باش كيجي هكا المذاق ديال الكيك ديالنا متوازن مع الحلاوه والملوحه. كيس من سكر فانيلا، غنضيف ايضا سكر سنيده، وغادي نمزج الكل فقط بالخلاط اليدوي. بغيتو تخدموا بالطراب ممكن، ولكن راه حتى بالخلاط اليدوي كيجي واحد الكيك اللي مفشفش وهشيش بزاف واحد الخفه فيه. غتشوفوا معايا من بعد يعني الطريقه ديال التحضير ديال هذا الكيك هي اللي كتحكم في القوام اللي تحصلنا عليه في الاخر، فكيجي واحد الكيك اللي مفشفش بزاف وهشيش وكذلك لذيذ بالنسمه ديال الحامض. ضفت الزيت وايضا علبه من ياغورت طبيعي، وغنمزج الكل جيدا حتى يندمج عندي داك الياغورت مزيان مع باقي المكونات. كيف ما يمكن لكم تخدموا هاد المكونات كلها اللي خدمنا دابا مع بعض في الخلاط الكهربائي، يعني باش كتحضروا العصير كتدمجوا كلشي وعاد تخويوه في واحد البول باش غتبداو تخلطوا المكونات مع الدقيق. بالنسبه للدقيق احتاجيت هنايا كاس مملوء جيدا ممسوح ما يكونش هكا مقبب، والكاس الثاني عمرته ونقصت منه تقريبا واحد جوج ديال المعالق كبارين، يعني كاس مملوء جيدا والكاس الثاني نقصت منه جوج معالق كبار. صافي كنضيف كذلك جوج اكياس من الخميره الكيماويه. بالنسبه للقشور ديال الحامض وكذلك العصير اللي مزجناه مع الماء كنخليوه حتى كندخلوا الدقيق مع المكونات، عاد كنضيفوا داك الحامض هو الاخير. بمجرد ما كتضيفوا داك الحامض للخليط ديالكم فكيوقع واحد التفاعل بين داك الحامض وكذلك الخميره الكيماويه، وكيولي الخليط في البول عندكم يعني كتحسوا به مهول واحد الدرجه كبيره. صافي كندخلوا الكيك كيطيب من الاسفل على 180 درجه، المول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق من قبل حتى كيطيب من التحت، عاد كتشعلوا له من الفوق. كيف كتلاحظوا هو هذا الشكل ديالو، فراه كيجي خفيف بزاف. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا فضلت انني ندهنه بمربى المشمش فكيتواتى مع المذاق ديال الحامض، وغادي نزين فقط بجوز الهند حتى الكوك او جوز الهند فراه كيتواتى بزاف مع المذاق ديال الحامض. وبطبيعه الحال اللي بغى يزين باي حاجه كيفضل كتبقى لكم الحريه الكامله. كيف سبقت وذكرت فراه العصير ديال الحامض ملي كديروه هو الاخير من بعد ما كتدمجوا الدقيق ديالكم مع الخميره الكيماويه كيعطي واحد الخفه وواحد الهشاشه للكيك اللي كتجي زوينه بزاف. صافي هنا كنرش جوز الهند كيف كتلاحظوا معايا من الجوانب وايضا دوك الاطراف اللي طالعين، والوسط كنخليوه خاوي حتى نحضروا من بعد الكريمه ديال الحامض اللي غادي نزينوا بها الكيك ديالنا. هنا خديت عصير جوج ديال الحامضات عصرتهم وضعتهم في واحد الكاسرول، غادي نضيف لهم 3 ديال المعالق من سكر سنيده كبارين. وبالنسبه للحلاوه كتبقى حسب الذوق اولا على حسب الحده ديال الحموضه اللي بغيتو تجي، ولا كثرتوا السكر قد ما كتكثروا السكر كتنقص عندكم الحموضه اولا المذاق ديال الحامض. ضفت ايضا جوج معالق كبارين عامرين مزيان من مستحضر الكريم باتيسير، غندمج الكل جيدا حتى يندمج عندي الكريم باتيسير والسكر مع الحامض،
وعاد غادي نضيف نصف لتر من الحليب كامل. غنوضع الكل فوق النار مع التحريك المستمر بطبيعة الحال باش ما كتلصقش عندنا الكريمه من الاسفل حتى كتعقد، وكنحيدوها من فوق النار. في الاخر كنضيف لها واحد المعلقه من الزبده وكنحرك مزيان حتى كتذوب، وكنوزع الخليط ديالي مباشره وسط الكيك وكنخليوها حتى كتبرد تماما. هنا غندوزو نحضروا واحد الكريم باتيسير حتى هي. عندي ربعه ديال الحليب، معلقه ديال السكر، ومعلقه ديال مستحضر الكريم باتيسير، وكيس واحد من السكر بنكهه الفانيلا. هاد الكريمه هذه هي باش غادي نحضروا جالوزي. كيف غادي تشوفوا معايا غنحضروها بالكريم باتيسير واللوز، فراه كتجي حتى هي لذيذه بزاف. غنوضع الكل فوق النار حتى كتعقد، وغادي نحتفظ بها في واحد الزلافه حتى كتبرد وتشد فراسها وتعقد. من بعد ما كتبرد تماما ضفت لها 4 ديال المعالق كبارين ديال اللوز بالقشور ديالو، طحنته وكنمزج مزيان داك اللوز مع الكريم باتيسير ديالي من بعد ما كتبرد جيدا حتى كيندمجوا مزيان. بالنسبه للعجين المورق اللي غادي نخدم فيه به هنايا فهو نفسه اللي حضرنا به من قبل الميلفوي، فراه من بعد غادي نحاول انني نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. يعني اللي بغى الطريقه ديال تحضير العجين المورق غتلقاوها في صندوق الوصف، الفيديو ديال اللي حضرنا به من قبل الميلفوي. كيف كتلاحظوا هو هذا العجين ديالي، فانا ديما كنحتفظ بواحد الكميه في المجمد، خليته حتى تطلق ومن بعد كنسرحو فوق سطح العمل بالاستعانه بالدقيق. كنرش شويه دقيق وكنسرح بواحد المدلك حتى كنتحصلوا على السمك. كيف غادي تشوفوا معايا ما يكونش غليظ بزاف وفي نفس الوقت ما ترقوش اكثر من القياس باش كيجي التوريق باين في هاد الجالوزي ديالنا. كنحاولوا نديروها على شكل تقريبا مستطيل، ولكن يكون عنده شويه ديال العرض، ما يكونش مستطيل اللي رقيق بزاف كيف كتشوفوا معايا، بحيث باقي غادي نقسموها على جوج في الطول. فكل شيء غادي تشوفوه معايا بالتفصيل في الفيديو. هنا غناخذ واحد القطاعه او غير السكين وتحاولوا تقسموا العجين ديالكم في النص بالطول. كيف كتلاحظوا تقدروا ديروا واحد الجهه عريضه على واحد الجهه باش غادي تغطيو من الفوق. كناخذ نفس القطاعه وكنحاول انني ندير خطوط او نقطع الوسط ديال العجين فقط، ما كنخرجش التقطيعه حتى الطرف ديال العجين، كنقطعو غير الوسط بشكل مائل. كيف لاحظتوا معايا فراه الفيديو كيوضح كل شيء احسن من الهضره. صافي كنحيد هاد الجوانب هادو باش من بعد كتورق عندي هاد المورقه هذه ملي كتدخل الفرن وكيجي داك التوريق باين وواضح في الجوانب ديالها. كنعمر الوسط كيف كتلاحظوا بالكريم باتيسير مع اللوز، كنوزع مزيان غير الوسط وكنحاول نخلي تقريبا 1 سنتيم من الجوانب بالطول خاويين باش غادي ندهنوهم من بعد بالماء. صافي كنسرح الكريمه ديالي في الوسط مزيان. خديت هنا كميه من الماء غير بالاصبع ديالي وكندهن داك السنتيم اللي سبق وقلت لكم، كنخليوه خاوي باش كدهنوه بالماء، وهو اللي غادي تلصقوا فيه الطبقه الثانيه اللي وضعتوا فيها دوك الشرائط بشكل مائل. صافي وكتحاولوا انكم تقادوها مزيان وتثبتوا دوك الاطراف جيدا. من بعد هنايا خديت واحد الاصفر ديال البيضه مزجته مع واحد الكميه من القهوه سريعه الذوبان وقطرات من الحليب. صافي وكندهن الوجه ديال هاد المرقه هذه، كندخلوها الفرن اللي يكون مسخن مزيان من قبل واحد المده ديال 10 ديال الدقائق، الفرن ساخن من الفوق والتحت. من بعد فانا كنقص عليها 200 درجه او 190 درجه وكتخليوها حتى كتحمر على خاطرها. هنا غنحضروا الحشوه ديال واحد الحريشات. غندير هنايا واحد البصله غير صغيره، واحد الفصيص ديال الثومه، وكميه من زيت الزيتون. غنضيف كذلك الزيت النباتي، يعني كتبقى حسب الذوق، تقدروا تشحروا المكونات غير في الزبده وكنوضعوها على النار مع التحريك حتى كتذهب كيف كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. وغادي نضيف ليها واحد الكميه من السبانخ،
يعني ماشي شي كميه كثيره لانني غنعمرو فيه بها فقط حريشات، يعني غير واحد الحفنه هكا تكون عامره مزيان صافي، فراه هي كافيه. وكنبقاو نحركو من حين لاخر حتى كينزلوا عندنا دوك السبانخ، وغادي نضيف لهم 2 معالق كبار ديال الجبن كيف كتلاحظوا معايا صافي. وغادي نبدا نحرك حتى يذوب عندي داك الجبن وينسجم مع باقي المكونات. واكيد قبل ما ننسى فاكيد ضفت هنايا الملح وكميه من الابزار. بالنسبه للحريشات عندي 2 كؤوس من السميد الخاص بالحرشه، عندي كميه من الملح، معلقه صغيره تقريبا ديال السكر سنيده او سكر حبيبات. غادي نرمل الكل بواحد الكميه من الزيت النباتيه، كنبقى نضيف زيت نباتي وانا كنرمل في الخليط ديالي تقريبا واحد نصف كاس. هنا غادي نضيف من بعد ما غنرمل الخليط واحد الملعقه من الخميره الكيماويه، الخميره الخاصه بالحلويات، وغنضيف كذلك واحد راس معلقه ديال الخميره ديال الخبز. فبالنسبه للخميره ديال الخبز هي اللي كتجي بها الحرشه رطبه، ما كتجيش يعني مقرمشه بزاف. الا بغيتو الحرشه ديالكم تجي رطبه شويه. وحتى اللي كيكون عنده مشكل هكا فانه الحرشه كتجي قاصحه اولا مقرمشه اكثر من اللازم، فهاد الكميه قليله ديال الخميره ديال الخبز فكتجي بها الحرشه رطبه وزوينه. وكنجمعوا الخليط ديالنا بالماء، العجين تيكون شويه مرخوف وكنخليوه حتى كيشرب. من بعد ما كيشرب العجين ديالي فانا خديت هنا واحد الغطايه ديال القنينه هكا ديال الشكلاط، خديتها غلفتها ببلاستيك غذائي. كناخذ تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال هاد الخليط اولا الحشوه اللي حضرنا ديال السبانخ والجبن، وكنوضع واحد الكويره هكا في يدي ديال الخليط ديال الحرشه، كندير واحد الحفره في وسطه وكنعمر بالحشوه وكنسد، كنضغط عليه وسط الغلاقه حتى كياخذ الشكل ديال الغطايه اللي عندنا، وكنوضعوه مباشره في المقلاة. كيف كتلاحظوا كنسرح الكميه ديال الحرشه في وسط يدي ومن بعد كنعمرها وكنرجع نسدها، وكنرش شويه ديال السميده على الكويره اللي عندي في يدي، اولا كترشوها وسط الغلاقه اللي عندكم اللي كتشتغلوا بها. كتحاولوا انكم تقرصوها مزيان وسط القرعه اولا وسط الغلاقه عفوا صافي، وكطيبوها يعني الطياب عادي ديال الحرشه من 2 ديال الجهات. كتوضعوها الجهه الاولى حتى كتحمر وكتقلبوها للجهه الاخرى. بالنسبه للكميه يعني كل واحد تيحضر الكميه اللي غادي تكفى الاسره ديالو، كل واحد يعني يقد يضاعف المكونات اللي درت انا، يقد يدير غير هاد المكونات الا كانت الاسره صغيره، فكل واحد يدير القياس اللي غادي يخصو ولا اللي غادي يكفاه. كيف كتلاحظوا هي ديال المقله كتكون مشعله على درجه حراره متوسطه. كنوضع الحريشه ديالي حتى كطيب من الاسفل وتحمر، كنقلبوها للجهه الاخرى كتذهب وصافي تيكونوا واجدين ساهلين ماهلين، كيتحضروا في وقت اللي هو واجز، يعني ماشي شي مجهود اللي كبير. الجالوزي من بعد ما كطيب هي هذه كتورق وكتحمر مزيان. كناخذ هنايا ناباج كندهن الوجه ديالها كامل، ديروا ناباج او الكونفيتور يعني كل واحد يدير داكشي اللي بغى. خديت هنا كميه من اللوز قطعته فقط بالسكين كيف كتلاحظوا رقيق بحال مهرمش، وهو اللي كنرش على الوجه ديالها. يمكن لكم ديروا اللوز ايفيلي الا كان عندكم، ديروه في المرحله الاولى من بعد ما كدهنوا بالبيض مباشره كديروا اللوز ايفيلي يعني كيطيب فيها وكيتحمر. الجوانب فانايا هنايا كنرش بودره السكر اولا سكر كلاصي كنرشوها على الجوانب بجوج. الكيك ديالي هو هذا، من بعد ما كتبرد الكريمه يعني كتوجد وكتبرد مزيان كيكون هو هذا الشكل ديالو، كيجي هشيش ولذيذ بزاف بزاف، خاصه الناس اللي عزيز عليهم الحامض. وزينت بواحد طرونش ديال الحامض في الوسط قطعته بداك الشكل. هذه الجالوزي كيف كتلاحظوا مورقه وكتجي هشيشه ومعلكه بداك الكريمه ولذيذه بزاف بزاف. كتكون هي هذه الوصفات او الوصفات ديال اليوم. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون راق الاستحسان ديالكم. كنشكركم بزاف على المتابعه الى وصلتوا حتى لهنايا معايا. شكرا، نتلاقاو ان شاء الله في وصفات قادمه باذن الله. بسلام عليكم.